السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد البريوش كيجي خفيف وغزال. عندي هنايا واحد الكاس ديال الحليب يكون بحرارة المطبخ وكاس د الماء. هاد الكاس باش عبرت نيت الحليب هو اللي عبرت به الماء صافي بحال هكذايا. 4 المعالق كبار ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ونص ديال الخميره ديال العجين. دابا هاد الحل بارد. جوج الاكياس ديال السكر فاني اولا زهر البرتقال. انا هنا درت زهره البرتقال. غادي نخلط هاد العناصر مزيان. صافي وغادي ندير واحد جوج كيسان ديال الدقيق الابيض ديال الحلويات. نخلط مزيان. غادي نغطي عليهم ونخليهم حتى يضاعف الحجم ديالهم ونرجع معكم باذن الله. من بعد ما ضاعف الحجم ديال الخليط اللي درت معكم صافي غادي نضيف له نص كاس ديال زيت المائده، الملحه حسب الذوق، بيضه كامله، وعندي واحد الساشي ديال خميره الحلويات. وغادي نضيف 3 الكيسان ديال الدقيق الابيض، نفس الكاس باش عبرنا في الاول، عبرنا به الحليب والماء وعبرنا به الدقيق. الكاس الثاني، الكاس الثالث. صافي غادي ندي العجينه يتعجن مزيان ونرجع معكم باذن الله. صافي من بعد ما عجنته ودلكته مزيان غادي نغطي عليه وغادي نخليه واحد 15 دقيقه غير يطلع شي شويه ونرجع باش نبقاو نشكلوه باذن الله. صافي من بعد ما خمرت العجين وضاف الحجم ديالها غادي ننزلها فوق سطح العمل. غندير شويه ديال الدقيق باش ما يلصقليش. صافي بحال هكذايا. العجينه كتجي غزاله البنات، خفيفه خفيفه ورائعه. انا غادي نقسمها على شكل كرات صغار لان غندير هذا البريوش غير صغيور. صافي من بعد ما كملتهم غادي نغطيهم هكذايا بالسلوفان وغادي نخليهم حتى يرتاحوا واحد شي شويه ونرجع باش نبقاو نشكلهم باذن الله. صافي من بعد ما ارتاحت العجينه غادي ناخذ الكره الاولى، غادي ندير هكذا شويه ديال الدقيق، غادي نسرحها مزيان. صافي غادي ناخذ شويه ديال الشوكولات كوكيز غادي نديرها هكذايا من الجناب.
صافي وغادي نغلق عليه بحال هكذايا. غادي نحاول نجيبو على شكل مربع. ونغلقو هاد الجوانب بحال هكذا، نسدوهم مزيان. صافي وغيجيني على هاد الشكل هذا، وغادي نحطو في اللاطه. صافي من بعد ما كملت الكميه كامله ديال البريوش اللي عندي هنايا لا كريم باتيسير، درتها في هاد البوشه باش تجيني ساهله. صافي بحال هكذايا نبقى نديرها بحال هكذا. من بعد ما كملت الكميه كامله ديال البريوش في التزيين كما كتشوفوا، زينته هنايا بكوكو ايفيلي. نتوما زينوا اللي عندكم، اللي متوفر عندكم. صافي الفران راني درتو يسخن مزيان. غادي ندخلو هاد اللاطه هادي ونخليها حتى تحمر وتاخذ اللون الذهبي ديالها، ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال البريوش اللي قدمت معكم اليوم. كيجي غزال لذيذ وخفيف، البنات خفيف بزاف. هانتوما شفتوا كيجي رائع وطايب من التحت ومن الفوق. هانتوما شوفوا الخفه ديال هذا البريوش كي تيكون. ان شاء الله تعجبكم الوصفات اللي ريداكم. انا غادي نفتح معكم وحده تشوف كي تجي. هانتوما خفيفه البنات بزاف. غير هاد الجناب فاش تكونوا كتشكلوا هاد العجينه ضروري تغطوا عليها مزيان باش ما يتحلوش لكم بحال هكذا. الا تحل لكم الشوير تيبان لكم الشكل. ضروري تسدوا هاد العجين ديال هاد الجوانب مزيان، وراه تيجي هاد البريوش غزال والعجينه ناجحه 100%. ان شاء الله تعجبكم الوصفاتنا اللي رضاكم. وما تنسوش الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات ديالي ان شاء الله. شكرا لكم على حسن المشاهده، والى فيديو قادم باذن الله.